السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا مليح خوتي الأساس، وإن شاء الله تكونوا لاباس. في واحد الفيديو يعني جميل جدا يبين لك إنه الجزائر صامدة، الجزائر قوية جدا، وواحد ما يقدر يطيح بقيمة الجزائر، لأنه الجزائر تاج فوق راس أي دولة، سواء أي دولة ولا أي شخص يحاول يطيح من هذا البلد الكبير. فتحياتي لبلد المليون ونصف مليون شهيد. ندخلوا في الموضوع هذا اللي عرفته كامل يا خوتي. الشخص هذا اللي راكم تشوفوه في الصورة يعني شخص معروف جدا على الساحة سواء السياسية أو الساحة العربية. لهذا حب نقول لكم أن تم سؤاله سؤال حب يطيح من قيمة دولة كبيرة وعظيمة كدولة الجزائر، لكن كان رد قاسي جدا من هذا الشخص، وعرف كيفاش يرد. شوفوا خوتي. طبعا بعض الخليجيين يقولون لنا لما لم تبنوا ناطحات سحاب في الجزائر. يعني الخليجيين سألوه قالوا له لما لا تكون هناك ناطحات سحاب في الجزائر؟ أتعلمون ما هو الرد؟ قولوا لي وش رد عليه. أي في لي كومنتير شرد عليه. عندما تكون جزائري فهكذا يكون الرد. شوفوا الرد. نحن نبني الرجال في الجزائر، نحن نبني قوتنا العسكرية، لأن هذه الناطحات مع أول صاروخ يمني سوف تنهار بالكامل. الله 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 الله. قال له خليتكم أنتم مع ناطحات السحاب، نحن نبني الرجال في الجزائر، نحن نبني القوة العسكرية في الجزائر. وهنا يبان دور الجزائر، وهنا يبان أنه الجزائر لا تلعب ولا تبني قوتها العسكرية عبثا، إنما هناك أشياء تحت السرير يا عزيزي. نعم، وهذا اللي شفناه، هذا اللي حدث مع إيران. لولا إيران لما كانت قوية لتم إزالتها سابقا. فتحياتنا لبلد المليون ونصف مليون شهيد. تحياتي لبلد الجزائر الحبيبة. عندما تكون جزائري فحتما هكذا سيكون الرد. خوتي العزاز اللي مش مشترك في القناة غير يشترك ويستناو. السلام عليكم.